السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الحصان البني في المنام. الحصان البني يرمز للحرية، الاستقلال، رؤيته تدل على السفر. أيضا الرؤية تشير إلى أن الرائي محب للحرية والروح المستقلة، وتدل على شغف الرائي ورغبته في تحقيق شيء ما والطاقة القوية التي يمتلكها صاحب الرؤية. الحصان البني يدل على نجاح الرائي في العديد من الأشياء التي يتمناها، وتشير إلى الطاقة الداخلية أو القوة اللي بيتمتع بيها. فمشاهدة الحصان البني في المنام تؤول إلى انقضاء الأزمات والمتاعب وتحول حياة الرائي للأفضل، وتكون الرؤية بشرى بتحقيق أهداف الرائي وطموحاته في الحياة. فركوب الحصان البني في الحلم يشير إلى تحسن الأمور المادية للرائي في الفترة المقبلة. تفسير رؤيا الحصان البني للعزباء. عندما ترى العزباء الحصان البني في حلمها فذلك يشير إلى تمتعها بحياة مليئة بالخير والرزق، وربما تكون تلك الرؤية إشارة إلى تحقيقها للنجاح والتفوق في حياتها سواء العلمية أو العملية. مشاهدة الحصان البني في منامها تدل على تقدم شاب جيد لخطوبتها في الأيام المقبلة وتمتعها بحياة سعيدة ومستقرة بعد الزواج منه. إذا رأت أن هناك شخص يعطيها حصان بني هدية يدل على اتساع رزقها وحصولها على ترقية في وظيفتها بإذن الله. من الممكن أن تكون الرؤية أيضا إشارة إلى تمتع الرائية بالعديد من الصفات الحسنة كالكرم والأخلاق الحميدة. تفسير رؤيا الحصان البني للمتزوجة. رؤيا الحصان البني بشكل عام من الرؤى الجيدة والمبشرة للمتزوجة، فهو يدل على حياة الرفاهية التي ستحظى بها الرائية. مشاهدتها للحصان البني في المنام تشير إلى زوال جميع المشاكل والمتاعب التي كانت تعاني منها. مشاهدتها لدخول الحصان البني منزلها إشارة إلى اتساع رزقها وحصولها على المزيد من الخير. عندما ترى المتزوجة الحصان البني يؤول إلى سهولة ولادتها إذا كانت حامل، أيضا إشارة إلى أنها سترزق بمولود سليم معافى. تفسير رؤيا الحصان البني للرجل. رؤية ركوب الحصان البني في منام الرجل تؤول إلى سير الرائي في طريق الحق والإيمان وابتعاده عن طريق المعاصي والذنوب. الرؤية إشارة إلى تمتع الرائي بشجاعة. فقدان الحصان إشارة إلى عودة الغائب. من الممكن أن تكون رؤيا الحصان البني أو ركوبه إشارة إلى تمتع الرائي بالكرم والسخاء. وعندما يرى الشخص ركوب الخيل البني يشير إلى تمتعه بالشجاعة والطاقة وقدرته على مواجهة جميع الأزمات التي من الممكن أن تقابله في حياته. رؤيا الحصان البني دليل على اتساع رزق الحالم وتغلبه على أعدائه، وإشارة إلى تمتعه بحياة مليئة بالعز والهناء. تفسير رؤيا الحصان البني للحامل في المنام. إذا رأت الحامل في منامها حصان بني فهذا يدل على اقتراب موعد ولادتها وأنها ستضع مولودها في سهولة ويسر بإذن الله. إذا رأت الحامل في المنام الحصان يدخل منزلها فهذا دليل على النجاة من جميع المشاكل وحلول الفرح والسرور والسعادة. وإذا رأت في منامها حصان أبيض يشير إلى أنها ستضع أنثى، بينما الحصان الأسود يدل على أنها ستلد ولد. رؤية الحصان البني في المنام للمطلقة، فهو يبشرها بخير قادم إليها في الطريق، ويدل على أنها امرأة قوية وسوف تتخطى كل ما مرت به من ألم وأحزان. رؤية حصان بني في المنام للمطلقة يشير إلى زوال الهموم والمتاعب قريبا وبداية حياة جديدة هادئة ومستقرة. ملاحقة الحصان البني للمطلقة في المنام لا ضرر فيها، وإنما تبشرها بقدوم الخير واستقرار أوضاعها المادية والقدرة على إنفاقها على أبنائها وتحمل مسؤوليتهم بجدارة بمفردها بعد الانفصال. ركوب الحصان البني دلالة على أنها سوف يتقدم لها شخص يعوضها عن زوجها السابق، وسوف يكون زوج صالح لها إن شاء الله. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.